الرئيس الفيدرالي الأمريكي خرج من شوية وقال نفس التصريحات اللي بيقولها أعضاء الفيدرالي كل مرة. طبعا الرسوم الجمركية اللي ترامب عمال يفرضها ويرجع فيها بعد ما يتفق مع الدول زي الصين اللي وصلها 145% وبعد كده راح نازل ل 30%. أوروبا 50%، بعدين 10%، بعدين أول امبارح 50%، كندا 25%، اليابان 20% ويرجع في كلامه. كل ده عامل حالة من البلبلة، وبالتالي باول قال كلام مقنع جدا. قال احنا هنراقب البيانات الاقتصادية فيما تبقى من شهر مايو وشهر يونيو، وبناء على الأرقام اللي هتطلع من البيانات دي هحدد ساعتها مسار الفايدة هيبقى عامل ازاي، واشوف مقدار التضخم هل هو فعلا واخد اتجاه صعودي بسبب الرسوم الجمركية، ولا واخد اتجاه هبوطي وان احنا نجحنا في السيطرة عليه، وبالتالي هنقدر نبدأ في مرحلة تخفيض معدلات الفايدة. طبعا تأثير ده على الذهب مش واضح لغاية دلوقتي، الصورة لسه قاتمة، وكون ان الصورة قاتمة ده بيعزز احتمالات صعود الذهب. كمان كام ساعة هتبدأ الجلسة الأسترالية، وحوافيكم بالأخبار أول بأول، سواء الأخبار الأساسية أو نقاط المقاومة والدعم لو حصل فيها أي تحديث من حيث التحليل الفني.